السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وفي احسن حال. النهارده بقى جاي لكم فيديو جديد ويوم جديد. قبل ما نبدا الفيديو مع بعض ما ننساش نصلي على الرسول عليه افضل الصلاه والسلام. وطبعا في بدايه الفيديو حطوا اللايك كده بتاعكم، واللي لسه ما اشتركش في القناه فضلا وليس امرا انزلوا تحت اشتركوا في القناه وفعلوا زرار الجرس عشان يوصل لكم اشعارات بكل الفيديوهات. طبعا عايزه اقول لكم النهارده بقى، بصوا انا لسه كنت طالعه بقالي شويه يعني بصراحه. نزلت كده اتسوقت وجبت حبه قوطه كتار، يعني بسم الله ما شاء الله جايبه يعني كميه حلوه. ده عشان خاطر قلت هسبك بقى القوطه وكده، لاني القوطه كل يعني لسه هتغلى. يعني هي اصلا كانت مش عارفه امبارح او اول كان في واحده صاحبتي قالت لي اللي هي مش تقريبا ب5 جنيه. فجيت النهارده عشان انزل اجيبها لقيتها ب6.5، حاطط عليها كده مسعرها ب6.5. فبقول له هي مش كانت ب5؟ قال لي اللي هي ام 5 اللي هي خضرة. تمام. فهوريكم دلوقتي القوطه اللي انا جايباها معايا وجايبه قد ايه. وهو زي ما قلت لكم الكيلو ب6.5. طبعا الحقيقة بقى لو يعني انت ست بيت ومتعوده ان انت تعملي تسبكي صلصه وكده، هي بصراحه ربنا بتنفع جامد جدا. يعني اكتر حاجه في البيت لازم تبقى موجوده او متخزنه عندك، سواء عندك فريزر او عندك فريزر التلاجة او الدي فريزر. ممكن ان انت تجيبي ايه كميه على قد يعني ما انت عندك مكان تخزني فيه وتسبكيها. وهي تسبيكتها سهله جدا، انا عملتها على فكره معاكم قبل كده. المره دي بقى عايزه هعمل بقى كميه كتيره. المره دي الموضوع مختلف ومش عارفه اعمل ايه، وبحاول اطلع بقى الحلل اللي عندي كلها. فانا لو وريتكم بقى هوريكم دلوقتي، طبعا هوريكم، بس عايزاكم تخليكم معايا وما تنسوش اللايك، ها، وما تنسوش تصلوا على الرسول في الكومنتات. يلا بينا بقى نبدأ الفيديو بتاعنا عشان ما اطولش عليكم. وطبعا بصوا انا اول حاجة اول ما طلعت طبعا نظفت المطبخ، غسلت المواعين دي. المواعين دي غسلتها كلها وظبطت كده الحوض زي ما انا بوريكم اهو. غسلت الحوض كويس. وانا طبعا غسلت يعني الحلة اللي انا هعمل فيها غسلها كده زي ما انتم شايفين اهي. مش كبيرة قوي يعني بس حلوة يعني بتشيل معايا. وجبت برضو الحلة دي الكبيرة دي، برضو اكبر حلة في الطقم في الطقم ده. ولو عوزت حلل تاني، انا حاسه ان انا هعوز حلل تاني. لو عوزت حلل تاني عادي هطلع، بس انا هعمل دول الاول واحطهم على النار واولع عليهم وابتدي اللي انا اجيب تاني. خليكم بقى معايا لحظه بلحظه واشارك معاكم اليوم النهارده. يعني انا كنت ممكن عملت وخلصت كل اللي ورايا وعملتهم على طول عشان انجز، يعني عشان التصوير بياخد وقت برضو. بس حبيت ان انا اشارك معاكم اليوم. يلا بينا نشوف هنعمل ايه ونخلص بقى الحاجات دي بسرعه. بصوا بصوا عامله زي التفاحه. تمام. يلا هنعمل مع بعض كل الكميه دي. عايزه ادردش معاكم شويه. نتكلم مع بعض كده شويه يعني، وشاركوني برضو برايكم. عايزه اتكلم في موضوع كده هو بالنسبه لي عادي يعني، بس الواحد ايه ساعات يعني بتكلم مع نفسي كده وبقول يعني ليه الناس بتبص في رزق بعضها؟ وليه الناس ما بتحبش لبعضها الخير؟ ايه؟ ليه بقى؟ قولوا لي ليه؟ ليه ولا ده طبع البشر؟ ليه الناس؟ ثواني بس هجيب بقيه القوطه ونيجي نكمل للناس. ماشي. طبعا انا بخلي الشنط دي عشان اي حاجات هتطلعها يعني باقي من الطماطم وانا بنضفها احطها في الشنطه دي. طبعا الميه ضعيفه بقى عشان الموتور ما فتحش. هنسيب شنطه واحده نرمي كله. طبعا نفسي يعني بجد بجد يعني نفسي الناس اللي ما بتحبش لغيرها الخير تخليها في نفسها.
بجد. انا طبعا بحب اتكلم بطبيعتي وتلقائيه، يعني في طبيعتي مع الناس، في الطبيعه مع الناس، يعني في معاملتي مع الناس انا اصلا تلقائيه جدا وبتكلم بطبيعتي. يعني اللي عارفني عارف عني اللي انا بتكلم بطبيعتي. طبعا يا جماعه، انا كاماني بحب اكلمكم شويه عن نفسي، يعني ندردش مع بعضنا شويه وانا بعمل الكلام ده عشان نتسلى مع بعض. طبعا انا عارفه ان انا اول مره ان انا اعمل معاكم فيديو كده واتكلم معاكم وانا بشتغل، بس لو عجبكم الفيديوهات دي يعني قولوا لي، يعني تغيير، يعني ندردش مع بعض. انا شخصيه عصبيه جدا، يعني ما انكرش كده، ما انكرش ان انا شخصيه عصبيه جدا. بصوا زي ما انتم شايفين كده انا بقطعها نصين عادي واحطها في الحله. انا كنت الاول على فكره بضرب في الخلاط وبعد كده بحطها في قلب في قلب الحله ولا عليها على النار، تمام. بس لقيت الموضوع ده مهلك قوي للخلاط، يعني الخلاط بيتهلك جامد. فلقيت الاحسن اللي انا اعملها في الحله، اسيبها خالص اللي هي تستوي وتنزل ميتها براحتها، ما بحطلهاش ميه خالص. نفسي اعمل حاجات كتير، انا نفسي اعملها يعني. وعلى فكره واكتريتها حاجات مش ليا خالص، يعني قليل، يعني حاجه يمكن حاجه واحده او حاجتين من ضمنهم اللي انا نفسي اطلع عمره. يعني انا واللي بحبهم، نفسي يعني مش انا لوحدي. نفسي اطلع عمره انا واللي بحبهم، وبرضو طبعا بما فيهم اولادي وكده، برضو عيالي عايزاهم يطلعوا معايا كده، عشان انا كان نفسي من صغري اطلع عمره، بس يعني ما كانش فيه نصيب يعني. فيا رب ربنا يكرمنا كده ويكرمكم جميعا ويرزقكم يا رب باللي بتتمنوه، وربنا يرزق كل مشتاق يا رب بزيارة الكعبة يا رب، اللهم امين. طبعا الايام دي فترة حج، فكل سنة وانتم طيبين. الناس كلها بقى رايحة عشان الحج بقى، وبجد انا بحب برضو العيد الكبير جدا جدا يعني. العيد الصغير بيبقى ليه بهجته، بس برضو العيد الكبير كبير بيبقى ليه برضو بهجته. بتبقى البهجة بتاعته كبيرة شويتين ثلاثة. فإن شاء الله أصور لكم الأجواء برضو بتاعت العيد، بس يا رب بقى إيه ما نعملش زي العيد اللي فات والأجواء ما نلحقش نصورها. يعني أنا لحقت صورت لكم حاجات من اللي أنا لحقت أصورها، إنما أصلا إحنا كنا زي ما قلت لكم في الفيديو اللي أنا صورته بتاع العيد، اللي أنا ما لحقتش أصلا، اللي انا يعني ما لحقناش صلاه العيد، تمام. مع ان انا ما نمتش، وانا اصلا ما بنامش، بخلص وما لحقتش. فاحنا رايحين على اساس اللي احنا نصلي صلاه العيد، وانا عماله اقول لجوزي انا قلبي حاسس ان احنا اتاخرنا والصلاه صلوا، يعني صلوا صلاه العيد، مع ان انا مش سامع حاجه. يعني انا سامعه بس التكبيرات، مش سامعه حاجه تانية. وابتديت مره واحده حسيت اني مش سامعه صوت تكبيرات خالص، اللي الصوت راح خالص. فقلت له يا حبيبي الصلاه خلصت، والله الصلاه خلصت. عارف لو كانت الصلاه خلصت بصوا هعمل لكم مندبه، لان انا بجد انا بالنسبه لي العيد صلاه عيد، لو ما صليتش صلاه العيد بحس ان انا خلاص كده، يعني مش بعرف مش بعرف اقضي صلاه العيد كده من غير صلاه عيد. بحس بقى ايه اللي اليوم خدني واليوم راح بالنسبه لي كده العيد راح. بس بجد والله يعني برضو الاجواء العيد كانت حلوه. انا قلت له حتى لو الصلاه خلصت، لما لقيت الصلاه خلصت لا يلا بينا بقى نمشي ايه في الشوارع. وطبعا كنت مرتبه حاجات كتير، واللي انا افرح الاطفال اللي كانوا في ساعه الصلاه، طبعا بيبقى في اطفال كتير. فطبعا اللي احنا قابلناهم بس في الشارع اللي هم كانوا مثلا بيعيدوا بقى وابهاتهم كانوا بيجيبوا لهم بلالين ولعب وحاجات من دي، فدول اللي احنا لحقنا نوزع عليهم يعني الملبس وكده. طبعا اصلا ما فيش حد بينام، غير قليل يعني قوي لما حد بينام يعني بعد الصلاة. واحنا عن نفسنا لفينا شوية في الشارع وبعد كده طلعنا نمنا بصراحة. يعني مش فاكرة كنا فطرنا تقريبا، فطرنا وبعد كده نمنا بس. وده بالنسبة لنا العيد. ولما صحينا قعدنا بقى نضرب صواريخ ومش عارف ايه، لا ضربنا صواريخ الاول ولما صحينا برضو قعدنا نضرب في صواريخ. ان شاء الله السنه دي بقى اخلي برضو ايه، اخلي جوزي يجيب صواريخ كتير، ونقعد بقى نفرقع بقى ونضرب وكده ونهيص بقى، ويبقى العيد ان شاء الله مختلف.
بصوا اهو زي ما انتم شايفين اهو ما شاء الله. مليت الحله اهو، مش عايزه املاها قوي يعني لغايه اما تهبط، وهكمل بقيه الشويه اللي موجودين دول في حله تانية. ويعني لو اتبقى تاني عادي هكمل بقيه الحله دي، بس يهبط شويه بيقل يعني. تمام. هحطها بقى دلوقتي على النار، يلا بينا نحطها بقى هنا. طبعا هعمل بقى الحله التانية دي، عشان طبعا زي ما قلت لكم الحله الاولانيه مش هتكفي الكميه كلها، فهعمل الحله دي كمان. وهعمل برضو ايه نفس اللي انا عملته في الحله الاولانيه، هقطع كده الكميه كلها، وبعد كده هولع عليها برضو. تمام. يعني هحط في الحله دي على قد ما يعني تتملي، والباقي بقى ايه هنقله في الحله التانية. جبت حله برضو تالتة، بس حله صغيره شويه عن الحله اللي انا حطيت فيها دي. ودي حطيتها كده على النار. برضو هولع عليها، يعني اللي انا بعمله بقوم مولعه عليه على طول يلحق يتعمل. ومليت برضو الحله التالتة دي، وزي ما انتم شايفين كده بيبتدي يهبط بسرعة. على فكرة ما بتاخدش وقت كتير على النار، هو بس بتسيبيها شوية بعد كده عشان تتسبك. هنا انا ببتدي ايه يبقى ايديا فيها كل شوية عشان ما تلزقش بس من تحت، يعني بحاول ان انا اطلع اللي تحت فوق واللي فوق تحت. تمام. وايديا بتبقى فيها على طول تقليب كده. وبعد كده هي خلاص كده يعتبر استوت. ممكن اللي انت تطلعيها بقى تضربيها في الخلاط، بس بتسيبيها تبرد شويه عشان الخلاط. وهنا انا كنت بحط في كل حله معلقه على قد الكميه يعني، معلقه صغيره من السكر. تمام، عشان ده بيبقى مادة حافظة، بيحفظ لك الطماطم من السنة للسنة في الفريزر عندك. هنا بقى طبعا عشان الطماطم هبطت فقلت في الحله اللي هي التانية الألمونيا دي، فحطيت اللي في الحله الصغيره على حطيت الكميه دي على الكميه دي. تمام، يعني عشان برضو مش مستاهله ايه اللي انا اعمل كذا حله وكده. وهنا خلاص قلبتها كده تقليبه، عشان طبعا حطيت برضو فيها معلقتين سكر كده صغيرين، عشان طبعا الكميه ما شاء الله كانت كتيره في الحله دي. وكده انا بضرب بالهاند بلندر. طبعا انا طفيت النار وبضرب كده، انا هنا كنت ناسيه النار اصلا والعه، وانا كنت بضرب بالهاند بلندر. بعد كده قفلتها وكملت بقيه اللي انا ايه اضرب الطماطم. طبعا ما عندكيش هاند بلندر، بس هو بصراحه بيوفر معاكي وقت، واللي انت تقدري زي ما انا بعمل كده، اللي انت ما تستنيش الطماطم اللي هي تبرد وتعمليها وهي سخنه عادي. اما في الخلاط لازم اللي انت تسيبي الطماطم لغايه اما تبرد شويه، وبعد كده تبتدي اللي انت ايه تضربيها في الخلاط عشان بس الموتور بتاع الخلاط. وهنا انا كنت سبتها طبعا بعد ما ضربتها، سبتها اللي هي تتسبك شويه على النار. وبعد كده بقوم ايه مصفياها كويس، عشان بس القشر بيبقى مبروم في الطماطم. وخلاص كده بقوم ايه معبيها في اكياس زي ما انتم شايفين، وحطيتها كده في الفريزر. وخلاص كده خلصنا. شوفوا وشكم على خير في فيديوهات تانية كتير. حطوا اللايك. مع السلامة.